بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله القائل في كتابه العزيز: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته وسار على طريقته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما تعودنا سويا حديثي معكم من باب قول الله تبارك وتعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. لأن الله تبارك وتعالى خاطب نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم فقال له: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. ونحن نعيش هذه الليلة المباركة، إحدى ليالي شهر رمضان المبارك، وبعد أن استمعنا واستمتعنا إلى كتاب ربنا تبارك وتعالى وإلى هذا الصوت الملائكي الذي زين القرآن بصوته، اقتداء بقول النبي صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم. فالقرآن أخي المسلم، نحن نعيش في شهر القرآن، شهر الهدى والنور، شهر الصيام، شهر التكافل، شهر البر والخيرات. فإذا ما قرأت آيات الصيام وبعد أن تقرأها تجد أن الحق تبارك وتعالى تحدث عن الصيام وأحكامه وما يتعلق بالقادر وغير القادر على الصيام. ثم جاء ربنا تبارك وتعالى بآية بين ثنايا هذه الآيات فقال سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ثم اكتملت الآيات بالحديث عن الصيام في القرآن الكريم، ولكن الآية التي اعترضت آية الدعاء جاءت بين ثنايا الآيات التي تحدثت عن الصيام وأحكامه، ليست هباء منثورا، ولكن لحكمة يريد أن يعلمنا إياها رب العالمين تبارك وتعالى، أن الدعاء هذا له أهمية كبرى في حياة المسلم في رمضان وفي غير رمضان. فالدعاء كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء سلاح المؤمن. ونحن في شهر القرآن، شهر الدعاء وشهر الإجابة من الله عز وجل. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم:
ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حين يفطر، ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويقول لها: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. إذن الدعاء هذا سلاح المؤمن في حياته. إياك أن تفتر عنه، لأنه عبادة لله تبارك وتعالى. توعد الله عز وجل من يتكاسل عن عبادته بقول ربنا تبارك وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. عبادة الدعاء هذا عبادة أخي المسلم لله تبارك وتعالى، لا بد وأن تتسلح به في رمضان وفي غير رمضان. وإياك أن تسأل غير الله تبارك وتعالى، فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم ابن عباس وهو راكب وراءه، يقول له: يا غلام، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. والشاعر يقول: لا تسألن بني آدم حاجة، ابتعد عن سؤال الناس واسأل الله تبارك وتعالى. لا تسألن بني آدم حاجة واسأل الذي أبوابه لا تحجب. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. فرق كبير بين أن تتوجه بالسؤال إلى الله تبارك وتعالى وبين أن تتوجه بالسؤال لعبد من عباد الله تبارك وتعالى. ولأهمية الدعاء ومنزلته جاءت الآيات في القرآن الكريم وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تحفز المسلمين جميعا على أن يتسلحوا بهذا السلاح، ألا وهو سلاح الدعاء لله تبارك وتعالى. يقول ربنا تبارك وتعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. إذن الحق سبحانه وتعالى يوجهك أخي المسلم إلى أن تتوجه بالسؤال إلى الله تبارك وتعالى. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. ولكن الدعاء هذا له شروط أخي المسلم، أن يكون بإخلاص من القلب لله تبارك وتعالى، لأنه عباد وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ولا بد وأن يكون بدعاء حاضر لله تبارك وتعالى، وتدعو الله وأنت موقن بأن الله عز وجل سيجيبك. لذلك سيدنا عمر كان يقول: أنا لا أحمل هم الإجابة. ليه؟ لأن الله عز وجل قال: ادعوني أستجب لكم، ولكن أحمل هم الدعاء أن ينصرف قلبي عن الدعاء لله تبارك وتعالى. إذن لا بد وأن يكون الدعاء بقلب حاضر لله عز وجل،
وأنت موقن بأن الله عز وجل سيستجيب لك. اسمع إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو يقول: القلوب أوعية وبعضها أوعى من بعض. اسمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: القلوب أوعية وبعضها أوعى من بعض. فإذا سألتم الله أيها الناس فاسألوه وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله عز وجل لا يستجيب لعبد دعاه بقلب غافل. يبقى لابد أن يكون القلب حاضرا أثناء الدعاء، لابد وأن تتحرى الحلال في مطعمك وفي مشربك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يده إلى السماء يقول: يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لهذا؟ ولذلك لما تليت الآية عند عبد الله بن أبي وقاص، سعد بن أبي وقاص، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. سيدنا سعد بيطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعله مستجاب الدعوة. كان في إمكان النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع يديه إلى السماء ويقول: اللهم اجعل سعد هذا مستجاب الدعوة. انتهى الأمر، انتهى، والإجابة والدعوة مستجاب. ولكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم سعد بن أبي وقاص وأن يعلم أمته صلى الله عليه وسلم في شخص هذا الصحابي الجليل متى يكون الدعاء مستجاب. فقال له: يا سعد، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، والذي نفس محمد بيده صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل منه عمل 40 يوما، وأيما لحم نبت من حرام فالنار أولى به يوم القيامة. يبقى إذن أنت لابد وأن تتحرى الحلال حتى يكون الدعاء مستجاب. إياك أن تتعجل الإجابة، إياك أن تقول دعوت ودعوت ودعوت ولم يستجب لي. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أحد يدعو الله بدعوة ليس فيها اسم، يعني ما بتدعيش على واحد ولا بتدعي على فلان ولا علان، ولكن بتدعو الله عز وجل للجميع لك ولإخوانك. ما من أحد يدعو الله بدعوة ليس فيها اسم ولا قطيعة رحم إلا استجاب الله له بإحدى ثلاث. ربنا هيستجيب لك الدعوة ب3 حاجات: إما أن يعجل الله لك الدعوة في الحال، يعني تقول: اللهم ارزقني يستجيب الله، اللهم اشفي فلان يشفيه، اللهم افعل كذا يفعل، يستجيب لك في الحال. وإما أن يدخر لك ثواب هذه الدعوة عنده إلى يوم القيامة.
وإما أن يرفع عنك من البلاء بمثل هذا الدعاء. يعني أنت مستجاب الدعوة أيا كانت الاستجابة، بس مش على مزاجك، لا، بتوفيق من الله عز وجل، بحكمة من الله تبارك وتعالى. فأنت أخي المسلم إياك أن تفتر عن الدعاء، ادعو الله تبارك وتعالى. إذا كنا في شهر رمضان شهر الدعاء، فهو أيضا شهر التكافل، شهر التراحم، شهر المعاونة، شهر معونة الغني للفقير. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على مسلم يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ما انتش مكلف بالكثير، لا، بما عندك. من فطر صائما على ايه؟ على تمرة، على شربة ماء او مزقة لبن. لما بيقولوا يا رسول الله ليس كلنا يجد ما يفطر به الصائم، قال: يعطي الله عز وجل هذا الأجر من فطر صائما على تمرة أو شربة ماء أو مزقة لبن. يبقى إذن شهر التكافل، شهر النصر. أخي المسلم، إذا تصفحت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وجدت أن رمضان هذا شهر الانتصار، ليس شهر التكاسل وليس شهر النوم، وإنما هو شهر الجد والعمل. فالنبي وأصحابه كانوا صائمين وكانوا يجاهدون في سبيل الله عز وجل. أول لقاء للنبي صلى الله عليه وسلم ببدر في رمضان، وانتصر المسلمون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، يعني شوية قليلين، يعني أنتم شوية في العدد، شوية في العدد عن المشركين. مش أذلة يعني أذلاء في الأرض، لا، ده أنتم قليل العدد. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في بدر بيستطلع الأخبار عن طريق صحابي، فأتوا به، أتى الصحابة بغلام للمشركين، وقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: كم عدد القوم؟ قال له: كثير. غلام من المشركين بيقول للنبي: كثير. فالنبي عايز يعرف العدد، قال له: كم ينحرون؟ بينحروا قد ايه كل يوم؟ قال له: يوم 9 ويوم 10، يعني بينحروا 10 جمال يوم ويوم 9. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: القوم ما بين 900 والألف. كانوا 950، ونصرهم الله تبارك وتعالى عليهم بإيه؟ بإيمانهم وبثباتهم، ولأنهم يجاهدون من أجل مبدأ وهي الدعوة إلى الله عز وجل. ثم كان فتح مكة الذي سجل فيه النبي صلى الله عليه وسلم أروع الأشياء في العفو عن المشركين جميعا من أهل مكة. ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. ألم يكن هذا في رمضان والمسلمون صائمون؟ والانتصار القريب أخي المسلم الذي لا يجب ألا ينساه شباب المسلمين في هذا الزمن، انتصار قواتنا المسلحة في 10 من رمضان 6 من أكتوبر سنة 73، عندما انتصرت قواتنا المسلحة على اليهود الغاشمين وهم صائمون، وكان شعارهم الله أكبر والقرآن والصيام. فكان النصر لقواتنا المسلحة في هذا الحرب. ألم يكن هذا في رمضان؟ وما زال العطاء مستمرا من قواتنا المسلحة الباسلة في مواجهة العدوان الذي يريد أن يبيد الأخضر واليابس وأن يروع الآمنين من أهل مصر. ما زالوا مستمرين
حتى يحافظوا على الأرض والإرض والمال والوطن. كل هذا في رمضان أخي المسلم. فرمضان يجب أن يكون فرصة لنا جميعا أن يغتنمه المسلمون جميعا في طاعة الله عز وجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام في وصيته أوصانا استكثروا فيه من 4 خصال: خصلتين ترضون بهما ربكم، وخصلتين لا غناء بكما عنهما. فأما اللتان ترضون بهما ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله والاستغفار، وأما اللتان لا غناء بكما عنهما فتسألون الله الجنة وتستعيذون به من النار. هذا رمضان أخي المسلم، شهر البر وشهر القرآن وشهر الذكر وشهر المواساة وشهر القرآن وشهر القيام أخي المسلم. فإياك أن تتكاسل عن هذا الشهر العظيم حتى يكون شاهدا لنا يوم القيامة لا علينا، وأن نحسن استقبال هذا الضيف ونودعه إلى الله تبارك وتعالى كما استقبلناه بصيام وقيام وقراءة قرآن وذكر لله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، وكل عام وأنتم جميعا بخير. رمضان شهر الدعاء، رمضان شهر الرجاء، رمضان شهر مغفرة الذنوب وستر العيوب. لذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم: للصائم دعوة لا ترد. لذا كان الصحابة رضوان الله عليهم يعدون لرمضان دعوات مخصوصة، ويقسمون لا ينقضي رمضان ويأتي رمضان الذي بعده إلا وقد استجاب الله لهم الدعاء. فيا أصحاب الهموم، يا أصحاب الكروب، علاجكم في دعائكم لربكم واللجوء إلى ربكم. والآن مع الأدعية والابتهالات وفضيلة الشيخ شعبان عبد الجيد شعبان، فليتفضل.